أبو جود مورنينج. صبحكم الله بالخير جميعا. صباح الخير يا كويت، صباح الخير يا وطن. الأجواء جميلة والطقس بديع. حي الله ضيوف الكويت الأخت نادين، مديرة الشتان الكويت. هلا فيكي فينيسيا يا عسى مستانسة بس. طبعا انت مبسوطة معنا، ريان مبسوط يعني معنا، ست محافظة. لا وزميله بعد. صباح الخير. صباح الخير. حياك الله. الله يحييك. طبعا قاعد يطالع الصور، يطالع الكاميرات وقاعد يتحرك، وهذه طبيعه اي طفل على فكره، مو شيء غريب. اكيد الناس بيعرفوا فينيسيا من بالضبط. خلال الانستغرام. مثل ما ذكرنا بدايه حوارنا ببرنامج صباح الخير يا كويت، وصل عدد المتابعين لفينيسيا حوالي المليون اليوم. لا تو الناس عملوا تو الناس. يعني 50,000 وصلوا 900 قد ايه تحديدا فينيسيا؟ 915,000 يعني قريبين للمليون. احنا دردشنا انا ونادين فينيسيا عن انستغرام، وان الناس عندها هدف، وفي ناس لا موجوده لاجل البحث. يعني انت الانستغرام ما شاء الله ملكه في الانستغرام، وايضا حلوه هذه. وعندك ايضا رسائل تسوينها، متابعين ما شاء الله عدد كبير. بدايه انستغرام وفينيسيا، كلميني عن البدايه. ليش انستغرام؟ ليش مو تويتر؟ ليش مو فيسبوك؟ ليش مو مكان ثاني؟ صراحه ما افهم بتويتر. كلش ما افهم بتويتر. فيسبوك جربتي؟ لا، لان انا ما كنت احب الانترنت او اللابتوبس او هذيلا. يس ماما. ايوه ريان راح يشغلنا اليوم. You have to do like this. اوكي حاضر. ريان اليوم راح يشغلنا اليوم. الله يعيننا ريان. اوكي I'm gonna do like this. اي ما تويتر، لا تويتر كان مور سياسي يمكن. ما في شيء عن كلام، لانه كلام مكتوب كتاب. كلها سياسه وكلها تحت الحزام. اوكي. not my thing. فيسبوك كان عندي فيسبوك، بس يمكن بشغلي بدوامي ما كنت اقدر ادش على الانترنت وتشيك ماي فيسبوك. الفيسبوك ما كان في ابلكيشن على التليفون، كان بس باللابتوب. بعدين صار في على التليفون بس مع الانستغرام. وين انت من سناب شات اليوم؟ سناب شات ايضا اقتحم مجال التواصل الاجتماعي. شات مخرب علينا، حسبي الله ابليس. كل يوم والثاني برنامج جديد. في ناس مشاهير على سناب شات اصبحوا اليوم ايضا. ما بتميلي لسناب شات؟ ما جربتي؟ حلو سناب شات، ما اقول لك دخلتي العالم. اي دخلت سناب شات، بس انا مو اكتف صراحه. انا اكتف بسناب شات لما اروح عرس، لما اروح استقبال، لما اكون انا بايفنت احط سناب شات، بس ببيتي ما اقدر. بحب اقول للمشاهدين فينيسيا ما معوده تفيق بكير، اليوم فيقناكي بكير. قلت تعذبتي لما شفتي الشمس عم تشرق. ماكو شمس. ماكو شمس، غيم تو الناس. 4 الفجر ماكو شمس. حسبي الله عليك. صورتيها هي وعم تطلع؟ صورتيها؟ ما استوعبت. يعني sometimes انه لا بس طيب فينيسيا، يمكن المشاهد يقول ليش فينيسيا؟ ليش هالاسم؟ ليش هالنك نيم؟ الاسم لأن أبوي الله يرحمه أعطاني الاسم. هي لاف ذا سيتي، كان بفينيسيا وحب السيتي اوف فينيسيا فسماني فينيسيا. حلو. نعم جميل جدا. فينيسيا، كم صورة بتصوري باليوم؟ واليوم كم صورة نزلتي على الانستغرام؟ اليوم؟ يعني لحديد اليوم تحديد للحين يعني يمكن 1200 1300 1200 1200 بالنهار الواحد. كم صورة بتنزلي؟ حسب الاكتيفيتيز. يعني مثلا يوم الجمعة ما عندي شيء بالبيت، فيمكن بوستين 3 ماكسيمم. الايام العاديه اذا كان في نشاطات لا احط 5 6 ممكن حسب. الحين في مقاطع فيديو، يعني مو بس صوره. انا اعتقد احب الفيديو اكثر من الصور. الفيديو اكثر من انا احب الفيديو اكثر من الصور يعني. وريان دخل عالم الانستغرام معك من خلال حسابك وايضا من خلال حساب خاص فيه. كان عنده حساب ريان، اول امس تهكر حسابه. ماما تهكر حسابه؟ يا بيج فيس. تهكر حساب ريان، فالحين صار معي اجين. اوكي. ريان مشاهدينا سالته قبل قليل قد ايه عمرك، فقال لي 25 عام. ريان how old are you؟ صدق من السؤال. You're 25؟ He's 25. You're not old. كبرت امك يا ولادي. Why do you want to be 25 ريان؟ Look at Nadine. Why do you want to be 25? It's nice, yeah? We'll be big. You'll be big, yeah. Everyone wants to be big. احنا ما كنا big. نحن وقف فينا العمر. بس ابرني بس ما سوينا شيء ثاني. في فعاليات تحضرينها ايضا توثقينها، ومثلا شخصيات او فعاليات معينه توثقينها، تصورين فيديو او صوره مهمه بالنسبه لك هذه الفعاليات؟ اي فيديو اكثر، لان في مثلا في اشياء الناس ما تعرفها، في معارض الناس ما سمعوا عنها، في برودكت، في مجلات، في كتب، في اشياء وايد الناس
اللي مو اكتف على التلفزيونات او الجرايد اكتف بالانستغرام او سناب شات احطهم بالانستغرام. يس ماما. ما عجبه وضعك، بدي اياك تكتفي ايديك. اليوم الحلقه غير. بدي اياك تكتفي ايديك. You can look at that see ايوه your mother very pretty. شوف بدك I'm not pretty. انت you're handsome. ايه you're very handsome. فينيسيا اوقات بنلاحظ انه بتبتعدي عن الانستغرام، بنبطل نقدر ندخل على حسابك اذا ما كنا فولورز لحوالي 3 ايام. شو السبب؟ اوكي انا اصك اكونتي بس يكون عندي عرس. ليه؟ شو السبب؟ لما اي بوست بالعرس فور اكزامبل، في عرس من قبل كم يوم كان في راشد الماجد، البيسي، نبيل الشعيل، يجون الاوادم من برا، الكوكب زحل، كوكب عطارد، ايوه ودشون اكونتي انه شلون كذي عروسكم في ريايل، شلون كذي لبسكم صاير، مع انا ما احط شيء بالعرس غير انا والمطرب، هذا شيء عادي عندي. فما احب احد يدش الاكونت يبتدي يسب بالكويت او يسب الكويتيين او انتم عوايدكم غلط. فلما صك اكونتي يصير ما في حرب، يصير الوضع تسكرين الحساب. سكر الحساب تخليه برايفت. فينيسيا ذكرتي لانه بيحتاجوا الميموري عندهم بتنتسب على 3 ايام الصوره. يعني هيدا الشيء ما ممكن يعرفه الا الخبير بالانستغرام. يعني انا هالمعلومه حتى كانت غايبه عني. صارت خبره الحين. يس الانستغرام مو بس انا احط صوره وامشي، لا الانستغرام ترى وايد صعب. لازم اسوي بلوك حق الناس اللي تسب، لازم اسوي بلوك حق الناس تسوين ابديت حق الناس اللي تعلق بعد. اكيد لازم الكومنت هي اللي تطورني، حسب الكومنت كم الناس تمل من بوستاتي اغير. فالكومنت هو يعطيني التقرير اليومي شو اسوي ثاني يوم. فاذا انا ما اسوي بلوك شو يصير هنا؟ يصير في فايتنج. اذا احد سب او اذا احد قل ادبه او اذا احد حط تعليق مو زين يصير في ريان مل. ريان خلص راح اخذ براك ضبط في شيء لفت له نظر ولا ريان يعني بيفتش وقت واحد يا I can't see go play outside. Let's go. Good boy. طيب الانستغرام صار ايضا يعني ناس مجال التجاره، مجال للاعلانات. صح. انت ما شاء الله يعني وصلتي تقريبا المليون وقريب المليون، فاكيد في ناس تستغل الصوره وكذا وتحط اعلانها على التعليقات. تضايقين من الشغله هذه؟ لا 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 ما لا تضايق. اللي ياخذ صورتي اكونت برايفت ابى اتحمل ان الناس تاخذ الصور ياخذوا فيديوهاتي. اللي ما اتحمل اللي ياخذون الفيديوهات ويركبونها على اللي يسوون مقاطع. مقاطع. يلعبوا بالكوميديه. كوميك بس كوميك مو مبتذل. لا صحيح. مبتذل. صحيح. الحين انا اقلت شخصيات، صحيح. انا قلت صحيح. مرحومه عائشه المرطه، قلت رابحه المرزوق، بس اقلدهم بكوميديا راقيه. هم لا يعني يركبون الفيديو على شيء ما يعني. فينيسيا ذكرت التقليد، رح نشوف مقطع مع المشاهدين وبعدين نعود. من قلت انا يا زين خلي وما حلا عذروبه، يا زين خلي وما حلا عذروبه، يرعاه ربي هو عظيم الشان. عدم تلاقاك الخميس وحبيبي سيدي ما يانا الخميس، رحت اسال وتحرى وين قالوا محبوب شاف لنا عريس. فينيسيا شفنا مشاهد ابداع ابداع. وقصه دشاشه السايق هذه قصه ثانيه. شلون طرت لك الفكره انه والله تاخذين شخصيه تاريخيه، شخصيه فنيه، شخصيه كذا وتقلدينها؟ يمكن انا اما كوميك واعرف اقلد. يمكن اعرف اعيش دور المرحوم عوض الدوخي او المرحومه عائشه المرطه، فلاني انا اقلد فاكيد جبت الدور. اذا ما عندي هالموهبه يمكن يطلع التقليد. طيب انا بدي اطلب منك تقلدي لنا حدا هلا يحضرك تقلدي لنا حدا. حدا؟ ما علي انا راضيه تقلدي. ما عندي شيء. I don't know. قلدي لنا حدا؟ اي شخصيه. اي شخصيه. حتى عربيه لو اجنبيه اي شخصيه اللي كانت. ما ادري. يمكن الحين ليتلي هذه اللي تقول ما في شانس. ما في شانس. انت مجوزه مش مجوزه وفي رجال بطلتوا بدكم رجال. ما انتم بتكتبوا كتابكم. هيدا اللي كان بعد ناقص تكتبوا كتابكم.
هاي اشتهرت صحيح، اشتهرت على التواصل الاجتماعي. صديقتي انا احبها، بليز نادين رحت لبنان عارفين عليها. ما بعرف الا من خلال التواصل الاجتماعي مثلك. ما هي طلعت باي شانس، باي كان عم شانس. تقطع بالشارع الحمراء وكمشوها باي شانس. هي كمشوها مرتين تنكمش ما أنا الله خلق ملامحي بارزه. زيت سمك ما لقيته غير زيت سمك تحطوه بشفايفنا، الله يسامحكم. طيب ما راح نسال اليوم. الشخصيه اللي قلتها عنها مشهوره، لكن خليني اخذك ايضا في تساؤل المشاهد يمكن يسال السؤال اللي هو متى اكثر فيديو نزلتيه وصار فيه تفاعل؟ يعني عاده بعض الفيديوهات او الصور ما يكون فيها تفاعل يعني قوي، وبعضها لا والله يكون فيها رد فعل وتفاعل وانت حريصين على القراءه. مع سعد المجرد كان اقوى انفجار صار بتاريخ الانستغرام. انفجار. نعم، لان يتساعد على قلت للناس موتوا حرة صح؟ انا رايحه عن صح. انا ما كنت صحيح؟ وما اتهموني بالعشم. زين انا واحد عندي فلوس دفعت 150,000 اتعشى معه، اقول لا يعني. كان هذا اكبر نقله صارت بحياتي لما طلعت مع سعد المجرد، وكان صدفه اصلا وايد بحته. اعتقد عندي عرس الليله، ان انا وايد استانس يكون في عرس. هذا هم كليب طلع. شو اللي خلى فينيسيا تنطلق بعالم الانستغرام؟ يعني اكيد في صوره وحده تميزت عن الصور الثانيه او فيديو معين هو اللي اطلق. اي ثينك تنوع. ايه التنوع. انا قبل ما ادش الانستغرام سويت دراسه، شفت من اللي حواليني شو قاعد يسوون. انا تغيرت عنهم شيء واحد، تنوعت. يوم اتكلم عن الطب، يوم اتكلم عن المرض، يوم اتكلم عن عمال نظافه، يوم اتكلم على وبعدين انا عندي قصه مع عمال نظافه، يعني ان هذا ربعي كل يوم اسلم عليه ويسلمون علي. تصورين معاهم؟ اصور معاهم. ايه. في الحين عالم مشاهير، مو مشاهير التلفزيون خلاص يعني شوي شوي ينقرضون، انتم صرتوا عالم مشاهير انستغرام. تلتقين مع مشاهير ثانيين انستغرام؟ اي اشوف بالمعارض، اشوف انستغرامرز، في ناس اشوفهم على المستوى الشخصي. مثلا انسام رضوان اشوفها، سندس البدر اشوفها، دانا طويرش اشوفها، لان هذول يعني وي ار فريندز. ذا ريست اوف ذيم لا اشوفهم، يا كانت دعايه او كنا بايفنت لايك اول امس كنا بدعايه كنتاكي، وانا كرهت كنتاكي عقب الدعايه لان كلينا 300 حبه. 300 حبه يعني لازم نقرب. لا انت كم حبه اكلتي شخصيا مش من الباقيين؟ لا هم ثلاثه فكل وحده. لا ما عم تقول 300 يعني 300 حبه بس كل مره لازم ناخذ قرمه، فمن ال 300 حبه يمكن خذينا يمكن 100 قرمه ضرب ما ادري كم يطلع كم حبه كنتاكي. يعني ما مبين عليك يا فينيسيا، ما مبين. انا تلعب رياضه؟ عدد كثير. الحين توني ابتديت الرياضه، توني الحين بلشت. توني ابتديت. وخليني اقول للمشاهدين يمكن المتابعين ايضا فينيسيا بيعرفوا قصتها الشهيره مع البيجاما ضاعت. اي والله. شنو قصه البيجامه؟ انا بيجامه تاريخيه والله. تاريخيه. اسافر عادي مع بيجامتي، اطلع بالطياره عادي، بلشت تحت هدومي، اروح اجيب فطاير الصبح بيجامتي. ضاعت مني بذا نيو يير بخيران، كنت بخيران حزنتي لما ضاعت؟ اي والله زعلت. صورتي فيديو وانت حزينه؟ لا والله الحين ما صورت صراحه، سكت. انا ما قلتي بيت شعر مثلا؟ قلبون المواجع يا جماعه، يعني قاعد يفتحون جروح. لا ما نبي نحزنك على هالصبح. لا لكن ممكن احد يطلب منك موضوع اعلان دعايه، خلاص انت الحين من المشاهير فيبي اعلان يسوي بحسابك. انا قاعد اسوي اعلانات. حلو. انا ادو اعلانات بس انا انقي اعلان، مو اي اعلان اخذه. طيب حتى لو كان اعلان مثلا اجتماعي او يعني توعوي او غيره؟ هو في تواصل ايضا مع دانا وفوز ايضا على حسب ما عرفت. صحيح تحدثينا عن التعاون كمان باعلان كنتاكي اللي ذكرتي قبل قليل. امس يوم اللي معك كنا احنا عم نشوف هذا هو يا اون فرايداي هذا 300 حبه اللي هذا 300 حبه. ايه زين هذا قبل ما اكلته ولا بعد ما اكلته؟ لا اكيد ما قدرتوا تضحكوا. لا بعد ما اكلته هني بدلنا وتشيك صورنا الصوره. بعدين كان البوست وطلعنا كل ابونا عشاق كنتاكي، يعني مو بس انا. والله عاد صعبه 300 حبه عاد. اي والله صعبه. فينيسيا بعرف انك بتغني كمان، صحيح؟ بتحب تغني. انا قاعد اشوف مواهب، يعني عدد تقليد، هناك الكثير من المواهب غير الغنى والتقليد. 7 مواهب بس البخت مش ضايع ابدا. لا ان شاء الله ما يضيع. لا الحمد لله. لا مليون في شانس اليوم، في شانس شفتكم. في شانس، احلى شيء شانس. ايش نسمع اذا بتغني؟ نسمع. انا الصبح احب اغني اغاني وطنيه. حلو. ويمكن اغاني عبد الكريم عبد القادر
وايد متعلقه فيهم لانه يذكرني بفتره اللي عقب الغزو لما صار التحرير، ففي اغاني شيء التسعينات. ايه براسي ما اقدر انساهم. فهذول الاغاني جس يغيرون مودي الصبح لما اغني، احس شيء اني انا بس يبي لي سلاح اطلع البلكونه انه ما نبي سلاح المايك. نسمع شيء فينيسيا. يا الو ايوه شغال الصوت. الو شغال الصوت. تيارارارا عاد حمل الصوت يعني بس مش اوكي كذي تحمين يا فاتح ربوعك لشمس الشموس حبيبي يا وطن فداك النفوس فداك النفوس. يا سلام يا سلام يا سلام. متعددة المواهب مشاهدينا، 7 مواهب. ما كل شيء سويته الحين انا الا انا اقفز. الطبخ وياك بعد في بتصوري مجال تصورين اكل نفس اللي قاعد يصورون الناس كله اكل انستغرام. ما فهمت. انستغرام اشتهرنا كله اكل، كل واحد ما يطلع يعني لما تاكلي شيء بتصورين؟ لا دسس يعني لا. لما اطبخ أيوة. اصور ان الطبخه طلعتها من الانترنت. هو لذيذة. سطحك مشهور ومطبخك مشهور وكل اماكن ما عندي شيء بيتك مشهوره. ما في شيء ما عندي ولا شيء عندي من خشم البيت يعني. بس ستيل البيوت اسرار ودائما الظاهر غير الباطن. فالناس عبالهم ان انا ماي لايف از كل يوم وناسه وضحك وان انا انسانه انا انسانه سعيده، بس اكيد يمر علي باليوم مطبات انا وايد اتضايق منهم بس اسكت يعني. مثل موقف صار معي قبل كم يوم بس سكت. ما اتكلم عن اي شيء سلبي، اتكلم اذا كان something يخدم او يغير شيء حق المجتمع حق الاشخاص. لكن لما تكلمت عن مواقف العقيله ومليون مجمع بالعقيله، ماكو مواقف سيارات، ماكو مواقف حق المعوقين، ماكو خطوط ارضيه، ماكو اشارات. فالموضوع يعني وايد ترغل الامور وايد يهمني. فهني انا اتكلم اطرح مواضيع مو سلبيه، بس اني انا هني اتكلم رسمي اطلع عن شخصيه ان انا انسانه. انه عملت صورنا انا وياك صوره قبل قليل سيلفي. دي بوستد حطيتيها؟ انا عندي كل شيء. عندك كل شيء ثانيه بعد. اي انا ايام شيء اصور اذا رح نترك المشاهدين بعد قليل مع الدكتوره طبعا منى وعوض. رح تكون معنا موضوع جديد ببرنامج صباح الخير يا كويت، ونحن رح نتصور سيلفي مع فينيسيا. يلا ريان يلا يا ريان. ايوه يلا ريان. I couldn't hear you mama. Now we're gonna take selfie with the small Nadine. يلا ريان.